مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. اعتبرت التقارير الإعلامية الفرنسية عندما دور لزين زيدان تدريب الديكا من أهم الأسباب التي جعلت اللاعبين مزدوجي الجنسية بدلا من منتخب فرنسا، وشكرت اختيارات العديد من لاعبي مزدوجي الجنسية حول اللعب الدولي بين قميص المنتخب الوطني الجزائري ونظيرها الفرنسي، وتفضلهم مؤخرا قميص الخضر فجأة كبيرة في نظر المتابعين في السنوات الماضية، والتي كان يسودها الكثير من الحياد والصمت، لتؤكد فرضية باقي مدرب على رأس العارضة الفنية أنها كانت كلمة السر التي قلبت كل المعطيات والحسابات في صراع الجزائر وفرنسا على أبرز المواهب الصاعدة في سماء دوري الفرنسيين، لعل بقاء ديشون مع المنتخب الفرنسي لغاية مونديال 2026 قد بخر أحلام الكثير من لاعبي مزدوجي الجنسية الجزائرية، يعرفون جيدا سوابق هذا التقني وعقليته الصعبة وحساسيته تجاه كل ما هو عربي.